السلام عليكم. معكم الزايدي عبدو في فيديو تاع اليوم. ان شاء الله سنتحدث عن البرتقال والطريقة الصحيحة لجني ثمار البرتقال. كما هو المعلوم أن شجرة البرتقال شجرة من الحمضيات، أشجار الحمضيات، وتعتبر شجرة حساسة، يعني حساسة للمناخ وكذلك لمختلف الظروف اللي ممكن تعرض لها الشجرة. وبالتالي اليوم سنتحدث عن كيفية الصحيحة لجني الثمار البرتقال. نشوفوا أمامنا هذه الشجرة، يعني عندها 3 سنوات. نشوفوا ما شاء الله يعني بدات تمد في الثمار. واليوم نعت لكم الطريقة الصحيحة لجني الثمار. الطريقة الصحيحة هي بصفة عامة هي يعني تتم عن طريق المقص، يعني بالمقص ننزعوا الشجرة، يعني نجيبوا المقص. كما مثلا هذه الشجرة هذه الطريقة نزع مثلا هذه الطريقة هذه غير صحيحة. هذه هذه الطريقة غير صحيحة لجني ثمار البرتقال، يعني مش مليحة للشجرة. كذلك يعني نشوفوا هنايا هذا المكان هذه كنحو نجنيو الثمار ونخليوها في البيت، او نخلوها يعني يدخل لها الهواء من التربة، هذه يدخل الهواء راح هذه تنشف وتهمج. وبالتالي من الأحسن أننا نستعملوا المقص. مثلا هنا نستعملوا المقص ونقصوا هنا بالمقص، يعني ننزعوا بالمقص. أحسن طريقة هي المقص. أما هذا كما قلنا هذه الطريقة ليست بجيدة، يعني مش مليحة للشجرة. نشوفوا هنايا جيدا، هنا نشوفوا الشجرة كيفاش خليناها، يعني مش مليحة هذه الشجرة، يعني عندها عوامل سيئة على الشجرة. وبالتالي قلنا أحسن طريقة هي أن ننزع الثمار بالمقص، يعني نقص بالمقص الثمار. نشوفوا هنايا أمامنا هذه شجرة من الحمضيات، ولكن هذه الشجرة تسمى لو بيغارادي يعني باللغة الأجنبية، أو بما يسمى عندنا الشجرة المرة. يعني هذه الشجرة يعني الثمار نتاعها، تشوفوا هنا الثمار نتاعها يعني حامضة جدا جدا، وكذلك فيها انغو امير، معناه مرة. يعني نشوفوا ما شاء الله جايبة انتاج، يعني شجرة تاع 3 سنوات بصح فيها انتاج. يعني هذه ليست بحلوة، اما هذه يسموها هذه الشجرة هي، شوفوا ما شاء الله الجذع نتاعها. يعني هذه الشجرة اللي قمنا ب تلقيم تاعها، ولكن نشوفوا هنا المكان قمنا بالتلقيم، ولكن للاسف ما نجحتش العمليه، التلقيم ما نجحتش. نعيدها في هذه السنه ان شاء الله. بصح نشوفوا هذه هذه الشجره ممكن ان الانسان يستعملها في لو كونفيتور، او بمسمى المربى، يعني لو كونفيتور، يعني تجي عندها طعم جميل جدا. كذلك تستعمل كمشروب، يعني تعصر وتعطى كمشروب، يعني عنده منافع جدا للصحة. لأن هي أصلا كنفتحوا حبة هنا اليوم، كنفتحوا حبة أمامكم، يعني تكون يعني حامضة، يعني بزاف حامضة، ويعني عندها مذاق مر. وبالتالي حنايا نخلوها، يعني كاين حالتين: يا نطعموها، يعني نلقموها ونجعلوا منها برتقالة أو تشينة أو شجرة مندرين، يعني نلقموها من الجذع، أو نخليوها ويعني نستعملوها في الكونفيتور، في لي جو. يعني هي صحية وجيدة جدا، يعني تمد إنتاج وفير، يعني تمد الغلة. هذه شجرة تاع 3 سنوات. أنا فتحنا هنا وحدة، نشوفوا وحدة هنا، فتحنا هنا نشوفوا كيف. نلاحظ هنا حقل النخيل
توسط فيه أشجار البرتقال، يعني بين الخط والخط نتاع النخيل كاين هناك أشجار برتقال من نوعية الطامسون. يعني هاد الأشجار تاع البرتقال بعد ما قمنا بتسميدها في الموسم الماضي، تسميد بمخلفات الدجاج، يعني نشوف باللي مخلفات الدجاج تعطي نتائج جيدة جدا. يعني نشوف الشجرة اللون تاعها يعني تغير، اللون تاعها ولا أخضر ناصح. نشوفوا هنا عملية السقي غوت غوت يعني تمشي في حالة جيدة. نشوفوا يعني التسميد تاع الأشجار البرتقال قام عطى نتائج جيدة. يعني حتى الشجرة مازال صغيرة ونشوفوا عطات مردود، يعني بدات تعطي الفعل كما يقولوا. شوفوا هنا بعد ما كانت نوعا ما كان فيه اصفرار، الشجرة مصفرة شوية، نشوفوا لتحت يعني بدات تعطي نتائج جيدة. بدا اللون تاع الشجرة يتغير من الأصفر اللي كان ناقص أكل إلى الأخضر. يعني اللون هذا علامة على أن الشجرة بصحة جيدة وأنها من ناحية الغذاء. يعني شوف تغير اللون تاع الأشجار على جميع الخط هذا. نشوفوا هذا هما أشجار برتقال من نوع الطامسون يتوسطوا، يعني يتوسط وسط النخيل. يعني التسميد العضوي الطبيعي مخلفات الحيوانات الأليفة، يعني شيء مهم بالنسبة للشجرة. ومن بعد نضيف لها أسمدة كيميائية كما كنا نحكيو في فيديو سابق. النوع السماد 15 اللي يعطي هو ثمار. نشوفوا هنايا الشجرة هذه اللون تاعها يتبدل. نشوفوا هنا الثمار، شوفوا حبتها تاع الطامسون ما شاء الله، يعني حبة يعني ما شاء الله تاع الطامسون. يعني هذه رغم انها شجرة صغيرة بدات تمد في الغلة. شوفوا كاع الخط هذا كله يعني من الأشجار اللي وضعنا لها السماد نتاع مخلفات الدجاج، يعني يبدا يعطي في ثمار ما شاء الله. يعني يبدا يعطي في ثمار ما شاء الله تاع الطامسون. يعني نعرفوا بالنسبة للأشجار مخلفات نتاع الحيوانات أساسي، يعني باهي يغذي الشجرة وتكون في صحة جيدة. يكون هذا التسميد يكون بصفة منتظمة، يعني كل شهر بداية الشهر نعطيها تسميد، عملية تسميد. نشوفوا هنا الشجرة ما شاء الله، يعني حتى الأوراق، شوفوا الأوراق يعني اللون تاع ناصح، اللون الشجرة ناصح جدا أخضر ما شاء الله. حتى عملية التوريق ما شاء الله، يعني الشجرة بصحة جيدة ما شاء الله. نتمنى إن شاء الله هذا الفيديو وأعطيناكم ولو فكرة بسيطة عن عملية جني البرتقال وكذا تسميد الشجرة والاهتمام بها، سواء التسميد العضوي مخلفات الأشجار أو التسميد الكيميائي اللي يخص لي زونغري كما كنا نحكيو في الفيديو السابق. لي زونغري NPK 15، يعني كل شهر نعطوها يعني قليلا من التسميد، يعني يكون بانتظام ويكون يعني يكون عملية التسميد متواصلة وبانتظام، هي اللي تمكن الشجرة تاع البرتقال من النمو بصفة منتظمة وجيدة، وتمكن من إعطاء نتائج أو ثمار في أقرب الآجال. وإن شاء الله نلتقي في فيديو غالب إن شاء الله. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنساوش تدعمونا باللايك
والاشتراك. شكرا جزيلا والسلام.